البلاد المقدسة. مرحبا بعلي علوان، يعلم تماما بأن كان حاضرا قبل ذلك في قطر ويدرك أيضا، ومرحبا به مرة أخرى بالعودة في لحظات أشهر قادمة. هنا السلامي مدرب المغربي الذي يقدم نفسه بشكل رائع جدا على مستوى مباراة اليوم وهذه البطولة وتصفيات كأس العالم. يظهر مع منتخب بلاده أو مع منتخب الأردن ويقودهم إلى النهائي، لكن اصطدموا بحاجز منتخب لا يعرف الياس ولا يرمي المنديل ولا يجعل للمستحيل معنا. هنا الأردن بقيادة سكيتيوي، هذا الرجل لاعبا مميزا والآن مدربا مميزا في غاية الروعة بالعديد من الإنجازات. العام الماضي برونزية تاريخية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبعد ذلك الفوز بلقب بطولة أفريقيا للمحليين. يتقدم الكل لاستلام الميدالية الذهبية ويتقدم اللاعبين للتتويج. هذم أبطال المغرب، ومباراة للتاريخ ستبقى عالقة في الأذهان. كل الأسماء التي كانت حاضرة: صلاح الدين شهاب الحارس الاحتياطي للمنتخب المغربي، هذا مساوي ربما لا يعرفه الكثير قبل بداية البطولة. طنان يقول له هذا يلعب عندنا، لاعب نادي المصلار صاحب الهدف الأجمل في مباراة اليوم وفي هذا العام، يتقدم الآن بنتائج لاستلام الميدالية الذهبية. بقية لاعبين المنتخب المغربي: ألف سلامة ألف سلامة. كريم البركاوي لعب ب3 أهداف، حضور رائع جدا في مباراة اليوم. سعدان المدافع المميز، مروان رائع جدا بما يقدم. أزارو من قاد الفريق إلى ربع النهائي، من ربع النهائي إلى نصف النهائي. زحزوح هو الآخر الذي قدم أداء مميز. منير، شويار، باش، والحارس بن عبيد، الحارس بن عبيد المهداوي أسعد السعداء رغم ركلة الجزاء، لكن أيضا حاضر بشكل مميز جدا. تيسودالي لاعب خور فكان في الإمارات يستلم الميدالية الذهبية، لتتواصل الأسماء اسما بعد الآخر، ولأن بولكسوت رائع جدا في الجهة اليمنى. وبوفتيني هو الآخر يحظى ببعض الكلمات من سمو أمير البلاد المفدى، وتبادل ودي رائع جدا بابتسامة هذا المبدع الرائع باتجاه سمو أمير البلاد المفدى. وحديث باسم آخر مع تبريكات لعبد الرزاق حمد الله نجم المباراة النهائية. هنا في هذه المواجهة يتقدم القائد حريمات بالكثير من التقدير لأفضل لاعب في منافسات بطولة كأس العرب، قائدا للمنتخب المغربي من أجل أن يرفع لقب بطولة كأس العرب للمرة الثانية في تاريخ المغرب وللمرة الأولى هنا في دولة قطر، وليردد كما جرت العادة: ديما ديما مغرب، ديما ديما مغرب، كما رددت جماهيره: سير 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 يا إنفانتينو لتتويج المغرب، سير من أجل إعطاء الأبطال حقهم، سير من أجل لقب يضاف إلى أمجاد تصدر بحروف من ذهب، سير من أجل لقب جديد، سير سير يا حريمات هنا في هذه المواجهة. ومن خلال أحداث هذا اللقاء لقب جديد يضاف إلى سلسلة ألقاب المغرب، وبكل الحب منافسا مع عبد الرزاق حمد الله متوجا لمنتخب المغرب بلقب بطولة كأس العرب للمرة الثانية. مبروك مبروك مبروك.
وجماهيره ومحبيه وأهل المغرب في كل مكان. لقب بطولة كأس العرب للمرة الثانية، المغرب بطلا للعرب هذه المرة على ملعب لوسيل المونديالي. مبروك لعشاقه في كل مكان. هاردك للأردن من جديد، قدمتوا بطولة رائعة جدا، استثنائية جدا. شكرا لمتابعي قنوات الكأس، نتمنى بأن نكون عند حسن الظن إلى أن يجمعنا بكم موعد آخر. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك مبروك الله يبارك فيك. أبدعتوا اليوم زغروطة يلا ألف مبروك المغرب. شوف الجماهير المغربية مبدعين المغاربة. أيوة أيوة مبروك المغرب. ألف مبروك. أجي مبروك. ترى شغال في السعوديه عرفت؟ وجاي للبطولة وجيت والله العلي العظيم واخذ اجازه. مبروك والله متعة المغاربة. ديما مغرب ديما مغرب. شوف الكل يبارك يقول جيبوا المغرب جوا المغرب جا. هذا المغرب اليوم متعة مغربية. المغرب المغاربة مبروك. ايش شكرا مبروك ديما مغرب حاكم العالم. هاتوا المغرب. شوف المروحة المغربية. كاس المغرب. هاتوا المغرب.